لله الذي جعل قلوب أصفيائه وحدة متحدة، وذم قلوب الأشقياء وذكرها بقوله فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نحمده حمدا كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وهو القائل المرء يحشر مع من أحب، فما أسعد من كانت معيته مع الصادقين، وما أتعس من حشر مع الأشقياء. صلى الله عليك وعلى آلك وعلى أصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى وخسر خسرانا مبينا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا أسعدكم الله وسدد خطاكم ووفقكم إلى منهج الصواب. إن حديثنا اليوم سوف يتركز على أمور ثلاثة. سوف يتركز على أمور ثلاثة أو على ثلاثة أمور. سيتركز على مستوى الخطاب الديني في هذا الزمان، على مستوى الخطاب الديني في هذا الزمان، وعلى مفهوم الإسلام في منهاج الحكم في الإسلام، وعلى استيعاب الأمور كلها أي برمتها بميزان الشرع والدين. أيها المسلمون، نود اليوم أن نتحدث عن الخطاب الديني في العالم الإسلامي. فلا شك أن التاريخ حدثنا عن صنفين من الناس أي من العلماء. فصنف من العلماء سماهم التاريخ بعلماء السلاطين، وصنف من العلماء سماهم التاريخ بأهل الحق والعدل.
الصنفان عندما نبتدئ ببداية الظلم والفساد في أنظمة السياسة والحكم فنجد القسم الأول يسعى لكسب رضاء السلطان ويهمل تظلمات المظلومين ولا يتجه لمظالم الناس. ونجد الصنف الثاني يستشهد في سبيله ويتعرض للسجون ويتعرض لأشياء كثيرة. فلو جئنا ندرس التاريخ لوجدنا عظماء في التاريخ قتلوا، وعظماء في التاريخ سجنوا، وعظماء في التاريخ عذبوا، وعظماء في التاريخ هجروا، وعظماء في التاريخ نفوا من الأرض. وفي المقابل نجد كثيرا من علماء السلاطين ارتموا في أحضان السلطان وقالوا ما يريده السلطان وضللوا العامة والخاصة، ولا زالت كتبهم ولا زال التاريخ يذكر مساوئهم. إذن كيف نحن مع هذا الصنف من الناس؟ فلا شك أن هذا الصنف من الناس هم الذين يمسكون بزمام الإعلام، يمسكون بزمام القنوات التي تخدم مصالح الأشخاص ولا تخدم مصالح العباد. فيصعد مفتٍ ويتكلم للجمهور بفتوى تناقض الدين والأصل وينسبها للإسلام، فيا ليته ينسبها للإسلام. دعوني أحدثكم عن مشيخة الأزهر، أحدثكم عن تاريخها. فهي مشيخة اتفق علماء الأزهر على تكوينها، وكانوا ينصبون الشيخ وفق معايير الشريعة دون تدخل السلطان فيها، إلى أن جاء حسني مبارك فجعلها تحت لواء السياسة والصهيونية والإمبريالية، فصار الشيخ بوقا للصهيونية وغيرها وليس شيخا للأزهر أبدا. والغريب من هذا كله أن الناس لا يتكلمون لأنهم تحت مطرقة. وفي الأزهر مشايخ فضلاء ولهم الكلمة ولهم الحق وهم من أهل العدل، إلا أن سيف السلطان وسيف المشيخة فوق رقابهم. ها هي الجماهير تتعرض للقتل وللنهب من عصابات ومن قطاع الطرق لمدة 30 سنة، وهذا الصنف من الناس بالملايين تعرضوا للنهب والسلب، وعصابة ثرية تأكل أموال الشعب في الخارج والداخل. ثم نجد شيخ الأزهر ينتصر للظالمين ويتهجم على المحرومين والمظلومين. فهذا هو النوع الذي يسمى بعلماء السلطان، لأنهم لا يريدون أن يقولوا الحق ولا يريدون أن يسمعوا الناس الحق، يريدون أن يرضوا السلطان مقابل
المسلمون، إن مليونا من المخابرات ورجال الاستخبارات تنفق عليهم سنويا المليارات. من أين تأتي هذه المليارات؟ من أموال الشعب الذي يرضخ تحت الفقر. لو كان شيخ الأزهر يدرك هذا أو يعلم هذا أو كأنه لا يريد أن يدرك هذا أو لا يفهم هذا، له حلان في الأمر: إما أن ينأى عن هذا كله ويلزم السكوت فيحمد على ذلك، وإما أن يقول كلمة حق أمام سلطان جائر فيؤجر أيضا على ذلك. أما أن ينأى عن المظلومين والمحرومين ليجعل نفسه في بساط الظالمين فهذا مما لا يقبله الشرع. أيها المسلمون، فلقد كنت شاهد عيان لما حصل، ورأينا ذلك بأم أعيننا، ولسنا نخبر عبر وسائل الإعلام أو عبر وسائل الأنباء، وإنما نخبركم بما رأينا وما شهدنا. ففي الجمعة الأولى كنا في جامع الأزهر، فبدأت الانتفاضة وخرج الناس من الأزهر ونزلوا في شارع الأزهر نحو ساحة عبد المنعم رياض، ثم فاجأنا برجال الشرطة تطلق الرصاص الحي وتقتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ. ولم تكن هذه ثورة الشباب فقط، بل رأيت فيها مشايخ ونساء وأطفال، ورأيت فيها كثيرا من الناس يصرخون بملأ، يصرخون بأعلى أصواتهم يقولون نريد لقمة عيش، فإذا بالشرطة تطلق عليهم الرصاص. وهنا في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فقال صنفان من أهل النار، يعني من قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم يحملون معهم سياط من أذناب البقر يضربون بها الناس. أبشروا يا شرطة الزمان، أبشروا أبشروا بالجحيم المستعر يوم القيامة. أبشروا يا من انسلختم عن شعوبكم، أبشروا يا من انسلختم عن شعوبكم وصرتم في صف أهل النار. صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم يحملون معهم سياط من أذناب البقر. هذه السياط التي تراها عندهم إنها مغلفة بالجلد، وهي من أذناب البقر، ومنها ما يصنع من ذنب البقر، ومنها ما يصنع من ذكر البقر نفسه أو ذكر العجل. والحديث خرج مخرج الغالب، ولكنه وصفهم أنهم من أهل النار. وما الدليل أيضا على أنهم من أهل النار؟ هو الواقع الذي نراه. فلو خرجت 80 مليونا للتظاهر فهم لا يسمعون ل80 مليون من الناس، وإنما يرتبطون بمن ينفق عليهم ويغدق عليهم الأموال، لأن قلوبهم مسخت وعقولهم غابت وصاروا حزبا للشيطان وأعوانه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، يعني لم يراهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونا في عصره. صنفان من أهل النار، قال يعني عن الصنف الأول، يعني صنف ماذا يفعل؟ يحملون معهم سياط من أذناب البقر
بها الناس، ألا يضربون بها الناس. ثم هناك سياط أخرى فيها الكهرباء، وهناك أشياء كثيرة. فهؤلاء يعني جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار. ثم الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات وعلى رؤوسهن كأسنمة البخت. ولعلنا في يوم من الأيام نشرح الصنف الثاني، وهو له علاقة بالتبرج والسفور. أيها المسلمون، فعلى العموم إن الشأن الديني أريد له أن يكون في هذا المستوى الوضيع. فنجد مفتي المملكة العربية السعودية يقف في صف المجرمين وفي صف الظالمين. فأين هذه المشيخة وأين هذا المفتي؟ إذن فأيها المسلمون، فالواجب علينا أن ندعو في جميع المشارق والمغارب إلى استقلالية الدين عن السياسة، إلى استقلالية الدين، ليكون الدين مستقلا عن السياسة وعن رجال الحكم. فالعالم لا يتكلم إلا بما يمليه عليه ضميره، العالم لا يتفوه إلا بما يعرف أنه الحق، العالم لا يقول إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى بكل حرية وبكل استقلالية. وأرجو من الله تعالى إن انتصر الثوار في مصر أن يعيدوا للأزهر استقلاليته، وأن يطردوا أذناب السلطان، لينتخب الأزهر رجالاته من العلماء أنفسهم دون تدخل السلطة العميلة، دون تدخل، لأن الأزهر هو أزهر المسلمين، هو أزهر المشارق والمغارب، وليس أزهر للمصريين وحدهم. فإن كان المصريون يعتقدون أنه لهم فهم مخطئون، فهو أزهر لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فجعل الأزهر أو جعل مبارك الأزهر تحته فهو إهانة لسائر المسلمين ولسائر العرب وغيرهم، لأنه أهاننا جميعا، أهاننا في كرامتنا، أهاننا في عزتنا ومجدنا. فكانت المشارق والمغارب تلتجئ إلى الأزهر إذا حزبهم أمر. فإذا بنا نسمع أنه يعين شيخا للأزهر من نورنبرغ في المستشفى يقول صدر قرار جمهوري يحيان على العصر ويحيان على الزمان، رجل فاسد فاسق فاجر يعين للمسلمين شيخا ويعين للناس شيخا. فلا شك من عين هكذا أن يقول ما لا يريده الله وما لا يريده المسلمون. وأما مفتي المملكة العربية السعودية الذي يطلع على الناس: اسكت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فأين أنتم من هذا كله؟ اسكتوا واتركوا على الأقل الذين يسعون لتحرير أنفسهم أن يحرروا أنفسهم. لا تتفوهوا، لا تتكلموا باسم الدين، فالدين منكم بريء. لا تقولوا أن الإسلام يقول، لا والله الإسلام لا يقول هذا. الإسلام لم يكن يوما طرفا في الظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى حلف الفضول لا أجبت. يعني حلف الفضول دعي إليه في الجاهلية قبل نزول الإسلام، ولما جاء الإسلام فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلف الفضول. هذا هو الإسلام. الإسلام يدعو إلى فضائل الأمور ويدعو إلى تحقيق العدالة للناس. الشيوعي يدعو إلى العدالة، الماركسي يدعو إلى العدالة، الكل يدعو للعدالة. ويأتي شيخ يمثل الإسلام فينكر هذا كله ثم يطبق الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن هكذا الخطاب
للجمهور، يمشي في اتجاه معاكس للأمة. هذا هو الخطاب الديني. أيها المسلمون، إن الخطاب الديني هذا يوقع الناس في ردة وكفر وابتعاد عن الإسلام، يوقع الناس في شرك وضلال مبين. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصحة والعقل والعافية، وأن يجعلنا في صف الصادقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى وخسر خسرانا مبينا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا أسعدكم الله تعالى وسدد خطاكم إن الغرب لا يريد للناس حتى مجرد الديمقراطية، لا يريدونها للعرب جملة وتفصيلا، لأنهم يريدون أن تبقى الدكتاتورية في بلاد العرب ليملوا عليهم ما شاءوا دون مراجعة الشعوب، ثم يضعون أحزابا كرتونية في صف المعارضة، لا هي في صف المعارضة ولا لها وجود في الساحة، ثم يبقى النهب وتبقى السرقة. فعندما تأتي العاصفة فيقولون كما قال إبليس: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ماذا قال إبليس؟ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. إذن في الشأن الديني يجب أن يكون معالجا لمثل هذه القضايا، وأن يطرح للناس بدائل عدة. فنجد الآن الشبيبة في مصر وغيرها وضعت بدائل لحل المشاكل. الشأن الديني ماذا حصل وماذا قال؟ لم يضع بديلا واحدا: ابتعدوا عن الفتنة، ابتعدوا عن هذا. هل الفتنة أفضل من أن يبقى 42 مليونا تحت الفقر؟ يعني هذه فتنة أو ليست بفتنة؟ أو ندعو الناس أن يسكتوا عن هذه الشريحة من الناس؟ إذن في الشأن الديني في العالم العربي والعالم الإسلامي برمته من المحيط إلى إندونيسيا فهو ضعيف جدا جدا. لا توجد عند الشريحة الدينية أي بدائل لحل مشاكل الناس، ولا توجد عندهم أي حلول للمشاكل ولا لرفع مستويات الناس. فها هو الاقتصاد في العالم الإسلامي وفي مصر على الخصوص يتهاوى، تجد الحلول تأتي من هؤلاء ومن هؤلاء، ولا تجد شيخا واحدا يطرح حلولا. الشيخ يقول فقط يعني لا تدخلوا في الفتن. أيها المسلمون، نحن مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ، فعلينا أن ننشئ جيلا متدينا عالما جامعا للدين وأحوال السياسة والاقتصاد وجميع علوم الاجتماع والفلسفة وغيرها، حتى إذا تكلم باسم الدين كأن ركن من أركان الدين يتكلم ويقول حقيقته. أيها المسلمون، وأما الأمران اللذان قلت لكما أنني سأتحدث فيهما قد أؤجلهما إلى وقت آخر. إذن فنحن في هذه الجمعة نكتفي بهذا الشأن الديني. إذن فالشأن الديني هو الأهم عندنا، لذا علينا جميعا أن نتفانى في تقوية الخطاب الديني في المجتمعات. إذا دخلت إلى عالم الإنترنت، إذا دخلت إلى عالم الفيسبوك، إذا دخلت إلى جميع القنوات في العالم، لا تجد أي أثر للخطاب الديني،
تجد حلق اللحية حرام، أو توفير اللحية واجب، أو قص الشوارب، أو قص الأنف وما أشبه ذلك، فهذا هو ما تجده. أو حكم الإسلام في الدخان، أو حكم الإسلام في كوكاكولا، وقيل أنها كونترلرب، وقيل أنها محمد مكة وما أشبه ذلك، وقيل وقيل وقيل، ثم يأتون ويقولون الخبز المدهون بالشحم فهو شحم الخنزير وما أشبه ذلك. هذه أمور كلها لا تدخل فيما يتطلبه الناس، فعندنا نحن نتشدد في اللحوم ونتشدد في الشراب، وأما ما عدا ذلك فنبقى على أصل الحلال حتى يأتينا ما يقطع بحرمة الأشياء. ما أسهل الدين، قال تعالى للنبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أسهل الدين وأيسره، ولكننا نعقد ونحرم بالأرقام. نخشى يوما من الأيام أن يصبح للحرام بين كود، يعني نحرم بالبين كود ونحلل بالبين كود إلى غير ذلك، وهذه من مخازي الدهر. إذا نحن نتشدد في اللحوم ونتشدد في الشراب، يعني لا نشرب إلا ما أحله الله، أي أن نبتعد عن الخمر ابتعاد كليا، وأن لا نأكل من اللحوم إلا ما كان من الغنم والمعز وما أحله الله، وأن نبتعد عن الخنزير، وهكذا. فإن الشريعة بهذا ميسرة. وأما ما أكلناه أو نأكله من الأشياء الأخرى التي لا نعلم أصولها، فنحن كما قال علماء الشريعة تحت مرتبة العفو أو تحت مسألة العفو، فإن علمنا تركنا وإن لم نعلم فنحن تحت مرتبة العفو، وبهذا نكون أحكمنا السيطرة على هذا كله. أما أن نخصص لها قنوات وأن نخصص لها فضائيات وأن نخصص لها مواقع، فهذه من مخازي الدهر مع الأسف. إذن فالخطاب الديني عليه أن يتعالى، عليه أن يرتفع ليصل إلى مستوى عرض الحلول الإسلامية في الاقتصاد، ليصل إلى عرض الثقافة الإسلامية العالمية، كيف تتعامل مع الواقع الكبير، كيف تتعامل مع الإنترنت، كيف تتعامل مع الشركات الكبيرة التي تبيع، كيف تتعامل مع الأسهم، كيف تتعامل مع اقتصاد قارات وجغرافيات، كيف تتعامل مع مسائل اجتماعية، كيف تتعامل. إذن فالخطاب الديني يجب أن يرتفع إلى هذا المستوى. إذن فأرادوا أو أريد لحملة الخطاب الديني أن يكونوا في هذا المستوى الصغير، في هذا المستوى الضعيف، حتى لا يستطيعوا أن يقوموا بحل ولا أن يقوموا بعقد ولا أن يقوموا بأي شيء من الأشياء. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والخبرة والتجربة والصحة والعافية. وصلوا على الرسول كما ربنا أمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. اللهم ارض عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم يا رب العالمين أن ترفع الظلم عن الظالمين، وأن تهلك الظالمين، وأن تنصر المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كل من يريد الإذلال لهذه الأمة فاجعله ذليلا حقيرا. اللهم كل من يسعى لأن يذل هذه الأمة، لأن يسلب منها كرامتها وأن يسلب منها شهامتها،
فاجعله ذليلا مهينا إلى يوم الدين. اللهم يا رحمن يا رحيم أكرمنا بالفتنة والوعي، أكرمنا بالفتنة والوعي. اللهم لا تجعل السفهاء يستخفون بنا، اللهم لا تجعلنا نقع فريسة الاستخفاف ولا فريسة الاستعباط يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رحمن يا رحيم متعنا بالصحة والعافية. اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الثبات. اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، اللهم اجعلنا من أهل العلم والإقناع، اللهم اجعلنا من أهل الحب والسداد ومن أهل النور والرحمة والعفاف يا أرحم الراحمين. اللهم أعد الأقصى إلى حظيرة الإسلام والمسلمين وخلصه من أسره، وخلصه من أسره. اللهم كل من أزهق روحا بغير حق اللهم خذه يا رب العالمين أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا. أيها المسلمون، قبل أن ننهي هذه الخطبة أود أن أذكر شيئين فقط. الشيء الأول أن الحكومات في العالم العربي بدلا من أن تسابق الأحداث بنشر العدل وإعطاء المجال للشباب والحريات، إنها تمشي في اتجاه معاكس، كأنها تقول يا حبي يا دكتاتوريتي فكوني في صفي لا تفارقيني فإني أعشقك، فإن ذهبت مت كمدا وغيظا لأنك ابتعدت عني يا دكتاتوريتي يا حبيبتي، لأنك أنت قلبي وفؤادي. بدل من أن يقولوا يا عدلي ويا إنصاف ويا كذا، فانظروا إلى الحماقة والبهتان والغفلان. بدل من أن يتجهوا في الاتجاه الصحيح اتجهوا إلى الاتجاه المعاكس. فالله تعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن فالأمراء في الحجاز ينفقون أموالهم كثيرا في أوروبا، فإن جاءت ثورة الشباب فإنهم لا يجدون شيئا ينفقونه في أوروبا على الحيوانات وعلى الكلاب وعلى الحدائق وعلى المراحل وعلى ولذلك يدافعون. تحولوا إلى أناس يعطون لشعوبهم العزة والكرامة، فإن الثورة لن تخرج عن حدود مصر ولن تخرج عن حدود تونس. أما أن تسلكوا سبيل المعاندة كما فعلها فرعون، فإن الله تعالى جعل موسى يتربى في حجره حتى أهلكه الله سبحانه وتعالى على يد موسى. إن الله تعالى إذا أراد أن يأخذ قوم أخذهم حتى لو تستروا بسلاسل من حديد، يعني حتى لو كان في قصر مشيد فإن الموت يدخل عليه. والمسألة الثانية، أدعوكم لأن تتبرعوا لخيمة أخذها البرد، فأرجو من الله تعالى أن يعين المحسنين الذين يساهمون في هذا حتى نستطيع بعون الله تعالى أن نشتري واحدة لنقوم ببنائها مرة أخرى، لأن الناس يصلون تحتها والحمد لله رب العالمين.